الزواج في الجزائر علاش اغلبيه المجتمع يخمم باللي لازم مرتك تكون صغيره عليك، ما جاياش تدي وحده قدك ولا وحده كبيره عليك، وش بيك عيب طايحه قدام الناس. تلقى واحد مزوج بوحده كبيره عليه بعام، يا سبحان الله الناس قاع تهضر لا جايز يقطعوا دا وحده كبيره عليه دا عجوزه. واش دخلكم؟ ياك هو حاب يعيش معاها، ياك حبوا بعضاهم، تسمى الا كانت وحده كبيره عليه ب5 سنين روح يموت يا اختي، انت راكي كبيره ما تزوجيش. انا مازال ما فهمتش منين جبتوا هذه العقليه، ياك نتوما مسلمين ربي سبحانه في القران قال لك ما تزوجش بوحده كبيره عليك، ولا النبي عليه الصلاه والسلام في كاش حديث قال لك ما تزوجش بوحده كبيره عليك، ياك هو احب زوجه الى قلبه كبير عليه ب15 سنه. وبالك تدي وحده كبيره عليك تلقى فيها الحنانه اللي ما تلقاهاش في هذيك الصغيره، وحده كبيره عليك بالك توري لك من التجربه تاعها، بالك راح تكون شغل يماك ومرتك في نفس الوقت. انا نعطيكم نصيحه من الاخر، جميع جان خويا تعرف طفله حبيتها راك حاب تتزوج معاها شفت فيها الخير كبير عليك ب10 سنين، ما تهمكش هضره الناس خويا، اقصد الحلال وتزوج بها انت راح تعيش معاها، ما يهمكش الناس يهضروا. خلوش العقليات الغالطه العقليات الفاشله اللي راهم يدوروا في